مش اي حد خد منك فلوس وما رجعهاش يبقى نصاب، لان النصب في قانون ليه معاني معينة واركان لازم تتوفر عشان يكون في جريمة نصب. فحتى لو الشخص اخد منك فلوس وما رجعهاش وكان قاصد كمان انه ما يرجعهاش، فده مش معناه انه يعاقب جريمة النصب. وطبعا السؤال اللي جواك دلوقتي ان ازاي شخص يبقى قاصد ما يرجعش الفلوس وفي نفس الوقت ما يتحاسبش على جريمة النصب او ما يبقاش نصاب. فتعال ركز معايا وهقول لك الفرق بين الحاجتين. اولا، الشخص ده اخد منك الفلوس بالكذب والخداع وطرق احتياليه ولا لا؟ والاجابه على السؤال ده هي اللي هتحدد هل وقعت جريمه النصب ولا يصبح نزاع مدني عادي. للاسف محامين ورجال القانون كتير بيقعوا في الغلطه دي، ومتهمين كتير بتاخد براءه بسبب عدم اثبات فكره الخداع والطرق الاحتياليه في الواقعه لاثبات جريمه النصب، فبيعتقدوا ان اي حد اخد فلوس وما رجعهاش هو كده بيبقى نصاب. فمثلا لو واحد قال لك هيدخلك مشروع وطلع مفيش مشروع اصلا، او واحد صاحب شركه وطلع شركه وهميه، او واحد قال لك هبيع لك شقه وطلعت الشقه مش باسمه ومش مالكها، واحد عمل اعلان اونلاين وخد فلوس واختفى، كل ده يعتبر نصب وبيقع معاه جريمه النصب. لكن مثلا واحد اخد منك فلوس على اساس انه يشغلها لك ويديك ارباح، وفي الاخر لا اداك ارباح ولا اداك فلوسك، بسبب مثلا ان تجارته خسرت او حصل له اي ظرف، وفضل مصلحته وفلوسه على انه يديك فلوسك واكلها عليك، فهنا هو قاصد انه ما يرجعهاش واخد فلوسك فعلا، وقاصد انه ما يرجعهاش، ولكن ما خدهاش منك في الاول بالكذب وبطرق احتياليه، فهنا يعتبر النزاع مدني عادي وليس جريمه نصب زي ما ناس كتير فاكره، لعدم وجود حاجه اسمها القصد الجنائي من البدايه. وعشان كده عرفت الماده 336 من قانون عقوبات النصب بانه يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او مخالصه او اي متاع منقول، وكان ذلك ايه بقى؟ بالاحتيال، سواء باستعمال طرق احتياليه او باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحه. ولذلك في بدايه اي تعامل مالي لازم يكون معاك اثبات، وتحتفظ بكل الرسائل والتسجيلات والايصالات والتحويلات وشهاده الشهود عشان تضمن حقك ومحدش ينصب عليك.